السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم مزيانة. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله أخواتي إخواني نقدم معكم واحد السيجار بواحد العجينة سحرية اللي كتجي زوينة هكا في المملحات، سهلة وبسيطة. دابا إن شاء الله ندوز معكم للعجين. بالنسبة للعجين خديت زلافة ديال الفورص ديال الدقيق الأبيض، كتكون نوعية مزيانة، وخديت كاس ديال الفينو. هادو هما المقادير ديال الدقيق. اللي بغى يذوب المقادير راه كيذوب لهم، اللي بغى يدير اكثر كيذوب المقادير. غادي نضيف شويه ديال السكر سنيده، واحد نص معلقه. كندير واحد المعلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات، كندير معلقه صغيره، وكندير الملح حسب الذوق. هنايا غنضيف واحد البياض بيضه، والصفار غنخليه باش غندهن به السيجار ديالنا. هاد البياض غنضيفو في العجين كيعطي واحد كيجي واحد العجين زوين هكا، ما كيتقطعش معانا، كيجي رائع. وضفت معلقه ديال الزيت العاديه. صافي اخواتي، وكنعجنوها بالماء كيكون دافي شويه، غير شويه. وكندير واحد المعلقه ديال الخل، ضروري كنديروا معلقه ديال الخل. صافي، وكنجمع العجين ديالي مزيان، غير كندلكو غير شويه. وغادي نعملو هكا في واحد الكيس بلاستيكي. غادي نخلي العجين ديالي يرتاح مزيان على خاطرو. قد ما خليناه يرتاح راه هو كيولي بحال يمدلوك معانا. صافي غنخليه يرتاح، وغندوز للحشوه باش نعمرو هاد السيجار. خديت هنايا مقلاة، ضفت فيها واحد البصله اللي كتكون هكا متوسطه اللي قطعتها. غنضيف القليل من الملح حسب الذوق، وكندير الزيت باش غادي نشحرو البصل ديالنا. صافي غندير المقله فوق النار، كنخليو البصله ديالنا حتى كتشحر. ندوز معكم المقادير اللي باقيين لينا. خديت هنايا 2 قرعات اللي حكيتهم هكا بالحكاكه الغليظه، 2 خيزوات. عندي صدر الدجاج اللي قطعته هكا صغير، عندي شويه المصير، عندي القزبر والمعدنوس، وعندي واحد المكعب تاع الشعريه الصينيه، عطريه ديال البسطيله، الخرقوم، الابزار، سكينجبير، فلفله حمراء. عندي البودره ديال الثوم، ورقه سيدنا موسى. هادو هما التوابل. وكنضيفو شويه الهريسه، انا ما حطيتهاش معايا، ضروري كنديرو شويه الهريسه. هنايا بعد ما تشحرت ليا البصله ضفت عليها صدر الدجاج، وضفت عليها معلقه صغيره ديال الثومه بودره. صافي كنخلي الدجاج ديالي كيتشحر مزيان حتى كيدخل الطياب، عاد كنضيف عليه الخضار. بعد ما تشحر ليا الدجاج ديالي مزيان ضفت عليه الخضار اللي انا ذكرت معاكم، الجزر، القرعه. كنديروا التوابل. صافي، وكنضيف القليل من الهريسه، ونخليو كيتشحر مزيان على خاطرو. كنقصوا الغوطه وكنخليهم كيتشحروا. انا غنضيف المصيار، وغادي نضيف ورقه سيدنا موسى، والقليل من القزبر والمعدنوس. صافي غنغطي على المقله ديالي، والنار كتكون ناقصه حتى الاخير، وكنخلي الكل حتى كيطيب ان شاء الله. هنايا اخواتي بدلت المقله جاتني صغيره، حيت مازال غنضيف الشعريه الصينيه. نسيت اخواتي ما ذكرت معكم الشعريه الصينيه. خديت هنايا واحد المكعب اللي انا درته في المطايب، 3 دقائق.
ومن بعد صفيته وقطعته على هاد الشكل هذا وضفته على الخضر ديالنا، على الخضر ديالنا وعلى الدجاج بعد ما طابو، كنخليوها شوية كتشرب هاداك التوابل، وفي الأخير كنضيف شوية الفرماج هاكا محكوك من الفوق صافي، وكنطفي عليها النار وكنخليها حتى تبرد، وندوز إن شاء الله باش نعمرو العجين ديالنا. صافي بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح على خاطرو، قطعتو هكا كويرات صغيورين الحجم اللي بغيت انايا، ودهنتهم بالزيت وخليتهم ارتاحوا. دابا ان شاء الله راني بديت كنشكل، بقاو ليا غير شي حاجه قليله غنوريكم كيفاش كندير ليهم. كناخذ قليل من الزبده هي والزيت كنخلطهم شويه وكنورق بهم هاد العجين كما كتشوفوا اخواتي، كيجي زوين بزاف، ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. هاد العجين كيجي زوين هكا في المملحات، في المسمنات، في هكا في السيجار، كندير بيه عدة أشياء هكا مملحة ساهل. صافي وكناخدو الحشوة ديالنا اللي خليناها حتى بردات مزيان، صافي وكنعمرو السيجار ديالنا بهاد الشكل هذا، كنطويهم هكا صافي صافي بعد ما كملت كاع السيجار ديالي بهاد الشكل هذا، خديت هداك الصفار البيض اللي بقى ليا غنضيف عليه اما الخل اما الحليب صافي، وغندهن به السيجار ديالي. بالنسبه للفران راه هو شاعل وسخون، وانا زينتهم هكا بالقليل من الخشخاش، غير شي وحدين ماشي كلهم. الفران كما قلت لكم كيكون سخون، كندخلوا ليه السيجار ديالنا كنشوفو تنفخ هكا تورق صافي، وكنعملو هكا النار كتكون متوسطه، كنخليو السيجار ديالنا حتى يطيب ان شاء الله. ها نتوما معايا هنايا بعد ما طاب ليا السيجار ديالي كما كتشوفوا كيجي محمر وكيجي زوين، زينتو هكا بشويه فرماج محكوك شويه المعدنوس، والاولين راني زينتهم هكا بشويه الخشخاش من الفوق. هاد العجين كيجي زوين بزاف، كيجي هكا مقرمش وزوين هكا في المملحات، كيجي رائع. غادي نقطع معكم هكا هاد الوحيده غتشوفوا كيفاش كيجي هكا خاوي ومقرمش من برا، خاوي من الداخل، ما كيجيش معجن ولا شي حاجه. كنقول لكم اخواتي شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.